عاوزه اسال سؤال، منين انتوا غضبانين من قراراته ومنين هو باقي مش ماشي؟ هتمشوه يا جماعه، مشوه، ده هيجيب ده غلطني، انتوا عاوزين تموتونا في عز شبابنا، حرام عليكم. وفقا لكلام كابتن احمد شوبير عن كولدير ان هو استحاله يكون كولر، ده كولدير اللي يدير ماتشات الاهلي والزمالك بهذه الطريقه، ده كولدير مش كولر. ان كولدير مستمر مع النادي الاهلي ومش هيمشي. استنوا بس، هو مش دي القصه كامله. بيقول لك كابتن احمد شوبير ان في غضب شديد داخل النادي الاهلي من قرارات كولر، وتحديدا مباراه الاهلي والزمالك الاخيره، ان هو ما بداش بكريم الدبيس مع ان كريم الدبيس متالق وفي احسن حالاته وما بداش بيه. وبيقول لك ان كلهم مندهشين من قرارات كولر. بيقول لك هو كل ما لاعب يلعب شويه كويس ويبقى ماشي كويس تروح مقعده بدون اي مبرر. بيقول لك ان هناك عدم رضا من قرارات كولر في الفتره الاخيره. على الجانب الاخر بيقول لك هو مش معنى كده ان هو ماشي، ولا يوجد اي نيه للتغيير على الاطلاق، ولا هيبقى في اي تغيير خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. يبقى الوضع كما هو عليه. يعني احنا لابسين كولدير، لابسينه. ووفقا لكلام الصحفي خالد الاتربي ان تم خصم 20% من عقد جميع اللعيبه بما فيهم كولدير. وكولدير اتخانق مع مجلس اداره النادي الاهلي، مش اتخانق عشان كلمه كبيره، اعترض وقال ان مفيش ده في البند بتاع العقد بتاعه. والله يا كولدير ولا يوجد بند برضو ايضا ان انت بتخرف. لما انت تخرف في التغييرات احنا نحاسبك ازاي؟ خد بقى في غرامات كده وقرارات عشان البني ادمين يحسوا، عشان تحس على دمك كمدرب وما تعك. بمناسبه القرارات والغرامات، كابتن محمد رمضان النهارده كان في اجتماع مع اللعيبه، والاجتماع كان اون فاير واديله ادي. يقول لك كان ضرب نار في الاجتماع. جماعه بجد، هو مش فكره ان احنا بنقلب على مدرب قد ما فكره ان الماتشات الكبيره بتبين المدربين من غير لعيبه. بيسيروا عمل مباراه محترمه، والزمالك عمل مباراه محترمه، وشابوه لعيبه الزمالك. ومش عاوزين نتكلم في القصه دي كتير، ولكن قصتي انا بقى هنا هو المدرب. انت معاك كل السكواد كامل، مش عارف تكسب، دي المصيبه في حد ذاتها. طب انت هتعمل ايه في كاس العالم للانديه؟ وخصوصا ان دي مش اول غلطه ليه، هو بيغلط غلطات كتيره وبنستحمل وبنعدي. بعد كده عارفين انا وصلت معايا المرحله ان الماتشات اللي احنا بنكسبها بخبره لعيب. والله ما بهزر، مش بخبره مدرب او مش بتكتيك مدرب. يعني هو كولر مش عامل بصمه ليك في التدريب كتدريب مع النادي الاهلي، مش عامل خطه، مش عامل حاجه ليه تكون اساسيه. فانا بحس ان احنا بنكسب الماتشات بخبرات اللعيب، بحماس اللعيب، باجتهادات اللعيب، مش بخطه مدرب او بفكر مدرب زي ما كان موسيماني بيعمل من غير اي لعيب. في بصمه، في تكتيك، في حاجه واضحه في الملعب، في خطه، في 1 2 3، في اداء وفي نظام وفي خطه، في لو حصل كذا هيحصل كذا. حتى في ضربات الجزاء كانت مع موسيماني ثابته، ده اللعيب ده بيشوط كذا، ده الاولاني، ده الثاني، ده الثالث. في مع كولدير اي حد نفسه هفه يشوط ضربه الجزاء بيروح يشوط. انا ما عندوش هو مش محفظ اصلا، مش قايل لوش يا جماعه. والله بصمه. بقول لكم على حاجه من دلوقتي، احنا ان شاء الله هنروح كاس العالم للانديه وهنكسب وهنعمل اداء عالمي. وبكررها تاني عشان دي لما تحصل فيما بعد ان شاء الله شهر 6 تبقى بخبرات اللعيبه، وعشان اللعيبه عاوزه تثبت نفسها وتعمل حاجه، مش بخبرات المدرب ده. عاوزين تسموها اللي احنا بنقلب سموها، عاوزين تسموها اللي انتوا نفسكم فيه اعملوه، ولكن استحاله نكون بنكسب هذا الكولدير.